المجالس النيابية المصرية الأسبق، كنت معي عبر الهاتف من جنيف، وينضم إلينا ضيف آخر عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة. أرحب بك معنا دكتور أيمن. أهلا يا أستاذ أحمد. نعم أهلا بحضرتك. دعنا حتى بعيدا عن الناحية القانونية، من الناحية السياسية وقت التسريب وخطورته أنه هو في طرف اللي هو رئيس أركان الجيش المصري سابقا سامي عنان تم التنصت عليه وتسريبه بالأمس. تقييمك لي من الناحية السياسية إيه؟ يعني الحقيقة كنت أحب أن أتحدث عن الجانب القانوني، ولكن تفضل لك ما شاء. تفضل، يعني نبدأ بالقانوني ثم نذهب للسياسي كما تحب. خلينا في السياسي مباشرة. وأقدر أقول أن في ملاحظة أولية فيما يخص التسريبات التي أذيعت بالأمس. عندما أذيعت تسريبات تخص عباس كامل والسيسي، قيل من نفس المذيع الذي أذاع هذه التسريبات أن هناك استحالة أن يتم تسريب من النقطة 0 وهي الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وهذا الكلام ملصق ومصنوع في قناة الجزيرة ومصنوع مش عارف فين. طيب، عندما أذيعت تسريبات من نقطة أبعد من النقطة 0 وهي مكتب رئيس أو رئيس الأركان من تليفون مكتبه، هل هذا يثبت صحة التسريبات اللي قالوا استحالة أنها تكون تمت، وهي التسريبات التي حملت فضائح سياسية حتى الآن لم يحاسب عنها أحد؟ الحقيقة بعتقد أن هذا التسريب فاتهم أنه يثبت صحة التسريبات السابقة التي تحمل العديد من الكوارث السياسية التي لم يحاسب عليها أحد حتى الآن. ده أولا. ثانيا، سؤال حضرتك فيما يتصل بتوقيت التسريب. هي في توقيتين مهمين، في توقيت التسجيل أو التنصت وهو جريمة، وتوقيت الإذاعة وهو أيضا جريمة. توقيت التنصت هو في الأسابيع الأولى من الثورة المصرية، وهذا يعني أن هذا الجهاز الذي قام، وأنا هحدده بعد شوية، الذي قام بهذه الجريمة قام بها بعد أيام من قيام الثورة المصرية، بمعنى أن الترصد والتنصت على رموز الثورة المصرية بدأ منذ قيام الثورة وليس في مرحلة لاحقة كما يتصور البعض. اللحظة الثانية الأخطر وهي لحظة الإذاعة. إذا كان ساعات اللي هو بيقول كان هناك اضطرابا أمنيا، طيب الحمد لله الآن يقال أنه لا يوجد اضطراب أمني. فلماذا يتم التسريب الآن؟ لأن قطعا المذيع، مش عايز أوصفه، المذيع الذي قام بإذاعة هذا لم يكن مدخرا لهذه المعلومات منذ الثورة حتى الآن، هو وصلته منذ ساعات، وتوقيت إذاعتها مرتبط بالحوار اللي بيذيعه الدكتور البرادعي، وده يكشف ضعف النظام اللي خايف من الحوار بيجريه رجل غادر البلاد منذ سنوات، لكن مجرد أن أحدا سيتحدث فهذا أمر صادم بالنسبة لهم. النقطة الأهم في التوقيت أن هذا التوقيت لم يكن هناك جهاز من بحث أمن الدولة. في هذا التوقيت كان هذا الجهاز خرج بره الختمة تماما. في هذا التوقيت ليس سرا ومعلوما لكافة نشطاء والمشاركين في ثورة يناير أن الذي تولى ملف الثورة والتواصل معها والتفاعل معها كان هو جهاز المخابرات الحربية الذي يرأسه عبد الفتاح السيسي، ذلك لثقة المشير طنطاوي فعبد الفتاح السيسي الذي أتى به من مدير مكتبه إلى مدير المخابرات، وبالتالي وفي ظل علاقة متوترة جدا بينه وبين المخابرات العامة اللي كان مديرها عمر سليمان رحمة الله عليه، وبالتالي الجهة الوحيدة اللي كان مخول لها أن تمارس مثل هذه الأفعال هي المخابرات الحربية التي كان رأسها السيسي. طيب، لماذا يذيع تسجيل لقائده اللي هو سامي عنان؟ الحقيقة ده يكشف كراهيته لسامي عنان الذي كان غريمه في مواقف كثيرة في مراحل لاحقة، وربما يكشف التاريخ ما هو أبعد من هذا. لماذا يذيع التسجيل للبرادعي الذي كان شريكه في 3/7؟ لأن هذا الرجل انقلب على كل شركائه وانقلب على كل من وقف إلى جواره وكل من أتى به، ومن بينهم الدكتور البرادعي. نعم.
أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، كنت معي عبر الهاتف من اسطنبول. سريعا نتحول لزميلتي الآن بدر سليم، ستعرض على حضرتكم عدد من التعليقات بخصوص هذا الموضوع. سيادة المستشار، كان سؤالي الأول لحضرتك متعلق بالشق القانوني، أرجو أن نعود له مرة أخرى لأنك لم تجيب عنه. ما حدث بالأمس هو خروج عن القانون المصري أم لا؟ قبل ذلك أن إعلان هذا التسريب للتسجيلات قد تم بمعرفة أحد أذرع الانقلاب الإعلامية، وأسمن ما قاله الدكتور أيمن نور في هذا الشأن، ومصدره قائد الانقلاب أو أحد المؤسسات التابعة له، وهو يمثل في كل الأحوال أستاذ أحمد جريمة نص عليها قانون قانون العقوبات وجرمتها القوانين المصرية، ونص الدستور المصري في كل الدساتير بدءا من دستور 71 ونهاية بدستور الانقلاب ذاتي في 2014 على تجريم ذلك. بدءا من 57 جرمت التنصت على المكالمات التليفونية كونها تمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة. ثم جاء قانون العقوبات المصري فنص في المادتين 309 و309 مكرر من قانون العقوبات مجرمة اعتداء على حرمة الحياة الخاصة عن طريق استراق السمع أو تسجيل المكالمات التليفونية أو غيرها، وتكون العقوبة لمن سجل أو سمح بالتسجيل وكذا لمن أذاع تلك التسجيلات. ليس هذا فقط يا أستاذ أحمد، الأخطر من ذلك أن إذا كان من فعل ذلك موظفا عموميا تصل العقوبة إلى 15 سنة، فإذا كان من قام بإذاعة هذه التسريبات ما يا أستاذ أحمد؟ نعم معك سيادة المستشار. فإذا كان من قام بإذاعة هذه التسريبات صحفيا تضاف إلى تلك المواد المادة 21 من قانون الصحافة يعلمها أحمد موسى جيدا، ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات نظرا للارتباط بين الجرائم. هذا بخلاف إذا كانت تلك المعلومات تمس سلامة وأمن البلاد والمساس بحياة الأشخاص، فإن العقوبة هنا تصل إلى الإعدام، وأظن هذا هو ما ينتظر قائد الانقلاب وأذرعه الإعلامية. نعم، شكرا جزيلا على هذا التوضيح سيادة المستشار الدكتور أيمن الورداني رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا. كنت معي عبر سكايب. أستاذ القدوسي، تأخرت عليك كثيرا. فيما يخص فكرة أن بالمصري في عركة أجهزة أمنية في مصر مخابراتية، أنت مع الطرح ده؟ لا. هو في حاكم ديكتاتور مغتصب للسلطة ما يهموش إلا نفسه، ولقى قدام منه فيه ورقة يستطيع أن يضرب بها الدكتور البرادعي الذي يرى فيه منافسا على السلطة، ويستطيع أن يضرب بها الفريق سامي عنان. فلتذهب الدولة عند عبد الفتاح السيسي إلى حيث ألقت ما دام يقدر يخلص من خصومه، لا في قانون ولا في حاجة. عايز أقول بس أرتب بعض الأفكار. واحد، بعد محاكمة المسؤولين المباشرين، وهي محاكمة وجوبية لأننا بصدد جريمة، بعد محاكمة المسؤولين المباشرين ينبغي مراجعة الإجراءات الأمنية والقانونية إذا كنا في دولة محترمة مش في مغارة بتديرها عصابة. لا أتوقع ذلك لأننا في مغارة تديرها عصابة. اتنين، هو احترام الدولة فين بالظبط؟ ده الطرفين واحد فيهم كان رئيس أركان الجيش والطرف الثاني كان نائب رئيس الجمهورية. يعني صحيح كان نائب رئيس الجمهورية بعد لكنه هو خلاص بقى نائب رئيس الجمهورية. ثلاثة، أليس انتهاك القانون الذي يحظر التنصت على الحياة الخاصة ويرعى حرمة الحياة الخاصة أكبر من انتهاك أي مؤسسة مهما كبرت؟ انتهاك القانون هو انتهاك سويداء قلب الدولة نفسها. إذا كان كل الناس شفناهم بيتسجل لهم وبتتذاع التسجيلات وناقص تتحط عند بايعين القوطة في الأسواق، هو دي تبقى دولة؟ يعني اللي احنا فيه ده واللي بتتعامل فيه بالشكل ده كده دي تبقى دولة ويبقى فيه قانون برضو بتاع؟ ما اظنش. في تغريدة كانت بتقارن تسريبات السيسي بهذا التسريب. هناك فرق واضح، هناك فرق بين انك انت سجلت المجموعة من المجرمين كانوا بيتفقوا مثلا على ان هم يزوروا طبيعة السجن، فانت هنا بصدد ضبط جريمة،
وهذا عمل يحمد، وبين أنك تتنصت على محادثات خاصة لا تدري ما فيها وهي جريمة واضحة. أخيرا إن عندي الحادث اللي حصل دلوقتي، إن لم يتأكد لدينا أن السلطة التي يقودها عبد الفتاح السيسي هي من سجل للناس بحكم طبيعة التسجيل ومكان التسجيل اللي هو تليفون رئيس الأركان وغيره، فلنتأكد من أن عبد الفتاح السيسي هو الذي سجل، لأن عبد الفتاح السيسي لن يحاكم أحدا على هذه الجريمة، وهو ما يؤكد أنه المجرم الأول. طيب